لو سمحت، ممكن حضرتك تقوم وتقعدني مكانك؟ ممكن جدا. ايدك على 10 جنيه. ليه ان شاء الله؟ خليه ورجل، مش انا هتنزلك عن مكاني. هو انا جاي اجر منك شقه؟ يا جدع خلي عندك نخوه، المترو زحمه وانا بنت. لو سمحتي بلاش تسوي لي بانوثتك هنا في المترو وتطلعي تقرفينا على الفيس وانا اندبندنت وانا بتاع. خلي عندك وش واحد زي القهوه. هو ايه اللي حصل للرجاله؟ انا مش فاهمه، هي النخوه شحت في السوق ولا ايه؟ بص يا انسه، آفة الانسان في كل العصور انه دايما بيبص تحت رجليه، ما يبصش قدامه ابدا. يعني ايه؟ يعني يخترع اجهزه تكييف علشان يقضي على الحر، تقوم اجهزه التكييف دي تنشر غاز الفريون. غاز الفريون بقى يا ستي يعمل على تآكل طبقة الأوزون، ينتج عنها ايه بقى؟ تسرب أشعة ضارة للأرض، تتسبب بدورها في ايه؟ في ايه؟ احتباس حراري ما تنفعش معاه كل أجهزة التكييف اللي اخترعها الإنسان. يا سلام. أهو، شفت انت مستغربة ازاي؟ الإنسان كائن غشيم، وإبراهيم ما يخافش إلا من غشيم. ابراهيم مين؟ أنا. انا عايز افهم ايه علاقه اللي انت بتقوله ده بموضوعنا؟ تعرف المتنبي؟ خدته في الثانوي أهو المتنبي ده مرة طلع عليه قطاع طرق كانوا عايزين يثبتوه وياخدوا منه الحصان والموبايل. الموبايل؟ هو بعدين؟ عارف يهرب منهم وخدها جري. وهو بيجري قابله واحد قال له مش انت المتنبي بتاع الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ قال له اه. قال له يا خبتك التقيلة وبتجري من شوية قطاع طرق. هو بعدين؟ عمنا المتنبي بقى سخن وعينيه طلعت حرب وإيطاليا ولف ورجع لهم، راح مريحينه. هل المتنبي وهو بيكتب بيت الشعر ده كان عارف انه هيتسبب في موته؟ اكيد لا. عبد الحكيم عامر قائد الجيش المصري في أكبر هزيمة في تاريخه الحديث ماله؟ كان مقدم ورقه في كلية الزراعة أصلا، بس لما عرف إن صاحبه جمال عبد الناصر دخل حربية نقل ورقه وقال أبقى معاه وخلاص. ياه. اه والله حدث أهبل، وعلاقة صداقة بين اتنين مراهقين تسببت فيما بعد في هزيمة عسكرية ساحقة. حاجة غريبة فعلا. معظم الأحداث المحورية في حياتنا اللي ما كانتش كلها بتتبني على صدف عبيطة وأشخاص عابرين في حياتنا. ده صحيح، بس ايه علاقته بانك عايز تأجر لي كرسيك في المترو؟ الحكاية مش بالسطحية دي عبيطة، الحكاية أعمق من كده. اشرح لي. تعرفي أنا لو قمت من على الكرسي بتاعي وقعدتك إيه اللي هيحصل؟ ايه؟ هتبدأ مشاعر المسؤولية ناحيتك تتسرب لي. يا سلام. مش مستوعبة عشان جهلة. في دراسة نفسية شهيرة أثبتت إننا بنقع في حب الناس اللي بنساعدهم. ازاي؟ أول غريزة عاطفية عرفها الإنسان البدائي هي غريزة الأبوة والأمومة، دي الترجمة الحرفية لفكرة العطاء بلا مقابل. صح. واستمر الشعور ده في التنقل مع الجين البشري خلال آلاف العصور. أي حد بنقدم له مساعدة من غير مقابل بنحس ناحيته بتعاطف ومسؤولية. ده حقيقي. هو ده اللي يفسر غرام بعض الناس بتربية الحيوانات الأليفة في بيوتهم. ايوه كلامك مظبوط والله. يعني انا ايه اللي يخليني اربي قطه في بيتي واكلها واشربها وتقطع لي الشواحن والسماعات بتاعتي وفي الاخر مش هستفيد منها بحاجه؟ لا هي بتتاكل ولا بتتحلب ولا بتبيض. شيء غريب فعلا. انا لو قمت وقعدتك هحس بعد دقيقه واحده اني مسؤول عنك، فهفضل واقف جنبك ليه؟ علشان محدش يدوس على رجلك وهو معدي في الطرقه. الهي ربنا يسترك. هو انا واقف قصادك هبص في وشك كتير فملامحك هتبقى مألوفه بالنسبه لي. ملامحي هتبقى حلوة بالنسبة لك؟ هحس ان اعرفك من زمان، ده وهم الديجافو مش اكتر. ايوه. وارد اني اشوف حد في المترو بيبصلك بصه كده ولا كده. هتعمل ايه يعني؟ هخزق عينه طبعا، ازاي يبصلك وانا واقف؟ قفص برتقان انا؟ لا طبعا، ده انت سيد الرجالة. وبعدين ما انت اللي نازلالي من البيت حاطه فوق الميك اب، انت بتشتغلي ايه؟ كول سنتر. مش رقاصه يعني؟ يبقى تهتمي بصوتك اكتر من وشك، وشك ده محدش هيشوفه. حاضر. المنظر ده ما يتكررش تاني. اوامرك يا تجراسي. هتنزلي من المترو قلبي هياكلني عليكي، همشي وراك عشان اتاكد انك عديتي الشارع. ما انحرمش العمر من عطفك عليا. هتعدي الشارع وتروحي شغلك وانا هفضل قلقان عليكي. طب وبعدين؟ ما تاخد رقم يا لوح. بالظبط، واكلمك كل يوم بالليل بعد اهلك ما يناموا. هو نتقابل كل جمعة في حديقة الازهر؟ ونحب بعض ونتعلق ببعض وتبقى علاقة عاطفية ما فيهاش بربع جنيه عقل. هو ننفصل ونتعقد؟ بالظبط كده. طب وليه نجيب لنفسنا وجع قلب احنا في غنى عنه؟
طب وايه الحل؟ تدفعي لي تمن جدعنتي، فاحس اني بقدم لك خدمه بمقابل. وده هيخليك ما تحبنيش؟ بالتاكيد، والا كان زمان كل بتوع البقاله اللي اتعاملتي معاهم بيجروا وراكي. خدمه قصادها فلوس، مفيش مكان لتعاطف. بس في حاجة مهمة انت مش واخد بالك منها، ايه هي؟ اني متجوزة اصلا وعايزاك تقعدني عشان حامل. يا نهار اسود انيال، يعني هندخل في خيانه زوجيه وجوزك يعرف العلاقه اللي بيننا ويطلقك وياخد منك البنت؟ لا ولد، انا عملت سونار وطلع ولد. طيب دي تربيه الولاد صعبه قوي، انت كده تدفعي لي 20 جنيه مش 10. اتفضل، ومش عايز اشوف وشك تاني في المترو، روح اقف بعيد. لا انا نازل اصلا، ما حضرتك جايه، اتفضلي ارتاحي.